بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى كده فيديو جديد ان شاء الله. اول حاجه كده بقى انا قلت هحضر فطار كده معاكم على السريع كده عشان نفطروا كده كلنا يعني انا وجوزي وولادي نفطروا عشان طبعا انا كنت جايبه خضار معاكم امبارح وانا ما كنتش شلته بصراحه. يعني انا عملت كذا حاجه في اليوم، فانا خلاص قلت بقى خليه ده الصبح بقى هقوم كده يعني افطر واظبط بقى الدنيا. هنا بقى قلت كده هقطع كده كام خياره، وكان عندي جرجير طبعا جايباه من السوق. ده خير بقى لما يبقى عندك كده خيار، طماطم، بطاطس، بصل، كل حاجه، كل انواع الخضار لما تبقى عندك في البيت ده بيبقى خير في البيت. سواء بقى خضار، سواء مكرونات، رز، كل الحاجات اللي في البيت ده بيبقى خير موجود في البيت. في اي وقت، اي ظرف، اي حاجة حصلت تبقى حاجة دي عندك موجودة في البيت. فبيفرق كتير على فكرة والله. يعني عايزة اقول لكم ان قعدت كده كام يوم ما كانش عندي حاجات، بس انا كنتش يعني ما كنتش بنزل وكده، ما كنتش بنزل يعني اجيب حاجات وكده. ف يعني فالمهم ان انا نزلت وجبت بقى حبة حاجات كده حلوين. وانا بحب الحاجات اللي بتاعت الشتاء جدا. الخضار عامة بيبقى ما شاء الله الخضار كتير وانواعه كتير. تحس بفرحة كده، الواحد بيبقى فرحان ومبسوط، وحاجات كلها فايدة وغذاء. طبعا قلت بقى كده انا حضرت الفطار اهو. وعايزة اقولك البيض كان طعمه حلو قوي، يعني بيبقى جميل. عندي جبنة موتزاريلا كنت عايزة احطها على البيض بصراحة، بس كانت متلجة يعني في الفريزر، فقلت بلاش. فنزلتها بقى من الفريزر عشان تفك، عشان ابقى هعمل بيها حاجات. فهنا بقى كنت خلاص خلصت الاكل. هنا بقى فطرنا خلاص، وقعدت كده بقى، وكوكي قعدت جنبي، مكة حبيبة قلبي اللي مجنناني بس بتسمع الكلام برضو. وهنا بقى قعدت كده حطيت ملاية قديمة كانت عندي، حطيتها وحطيت عليها ال الصينية دي، يعني عشان بقى هبدأ انضف السبانخ. انضفها الاول، تمام، انا بنضفها الاول. زمان كنت بخرطها على طول وبعد كده اغسلها، فكذا حد قال لا، وانا بصراحة بقيت شايفة انه صح، يعني فعلا الفيتامينات اللي فيها بتروح او كده هو. فبقيت الاول انضفها، لو فيها حاجة صفرة، ورقة صفرة فيها حاجة مش حلوة اشيلها، ماشي زي ما انتوا شايفين كده. واشيل منها الراس اللي فوق دي كده مش بتبقى حلوة، الحتة اللي فوق دي. وبرصها بقى كده. ومكة كانت قاعدة جنبي بتفصص البزلة. بموت في البزلة انا على فكرة. بزلة بالجزر وعليها بطاطس. بس البطاطس بقى مثلا لما اجي بقى استخدم بزلة، لما اجي اطبخ بزلة هبقى اخد مثلا بطاطسيتين اقشرهم واعملهم مكعبات عليها. لكن ما بحطش البطاطس عليها كده في بتاع ديت في الاكل يعني، في الفريزر. بس فهنا بقى كده كنت بعمل بسلة. هنا بقى كنت قعدت بقى كده بخرط الجزر على البسلة. لو وصلتش لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك حبيبة قلبي، ماشي. انا اسمي غادة، اللي برضو يعني لو حد لسه شايف الفيديو اول مرة، يعني فانا اسمي غادة. آه اتمنى ان انت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنا بقى مكة كانت بتساعدني ماسكة الجزر. طبعا انا مرضيتش وقعدت ازعق لها، بس هي يعني قالت لي ماما انا عايزه اعمل زي ما انتي ما بتعملي. فانا يعني عشان انا عشان بصور كمان هي فرحانه يعني، فهي عايزه تبين. هي عايزه تبان باي طريقه. لكن عندي ملكه الكبيره هي اللي بتتحرك شويه، يعني بتتكسف. يعني انا دلوقتي قاعده بعمل الفيديو بمنتجه، وملك قاعده جنبي بتسمع. آه، ملك عايزه تقولي حاجه، بتقولي لا.
بس بقى هنا ايه، قعدت برضه خرجت. بص انا هقول لكم على حاجه. انا بصراحه لما نزلت السوق، عايزه اقول لكم حرفيا انا ببقى عايزه انزل اجيب كل حاجه في السوق. كل حاجه، كل حاجه، يعني انتوا عارفين ازاي. يعني عايزه اجيب كل انواع الخضار. كده يعني ببقى بحب قوي كده يعني. بحب ان انا افتح تلاجة الاقي كل حاجه عندي. طقت في دماغي عايزه اعمل اي حاجه تبقى كل حاجه عندي. انا بحب كده واتعودت على كده يعني. بس فهنا بقى ايه، وطبعا كنت جايبه الفلفل الاحمر ده، الشطه ده الطويل. بصراحه اول مره مش اول مره اجيبه في حياتي، لا. يعني جبته بس بقالي فتره كبيره ما جبتوش، بس امبارح لما شفته في السوق قلت لازم اجيب. قلت له ايه، هات لي الحبه دول كده وزنهم لي. فقلت هفرمهم في الكبة واشيلهم بحبة ملح كده واشيلهم. هنا بقى انا كنت مسحت درج التلاجة اللي فوق ده. الحتة اللي فوق ديت بحط فيها دقيق، احط فيها القرفة، كاكاو خام مثلا كده يعني. بحط فيها حاجات معينة، بحط فيها رطة، حاجات كده يعني. هنا بقى حطيت حتة قماشة كده، ورحت بقى رصة الخيار، رصيت الكوسة، رصيت الجزر. انا عندي على فكرة كوسة في الفريزر، بس انا دي جايباها كده ايه، يمكن اعمل محشي، فقلت خليها احتياط. وكان قدامي برضو فلفل ابيض، بتنجان ابيض جميل، بس هما كسلوني ما خلوني ما جبتش منه. ووحدة القرنبيطة ديت فلفل الوان بقى، بتنجان الكوبي. الحاجات دي لازم تبقى عندك في التلاجة، والله ما بتخسر. يعني عايزه اقول لكم انا في يوم كده مثلا هقلي قرنبيط وجنبيه حبه بطاطس كده محمره. إيه يعني كده هنمشي الدنيا. إيه، واللي هنا السبانخ بقى طبعا. السبانخ بقى دي مولها ايه، مول معايا يعني. انا مش شاطفه كده وخلاص، لا. هنا بقى ايه، غسلت كده ال القلقاس، وهسيبه يصفى شويه وبعد كده هشيله. تمام. عشان ايه بس، عايزه اقول لكم بقى النهارده ان النور ما قطعش خالص. الحمد لله، يعني ربنا يديمها كده ان شاء الله وما يقطعش خالص. هنا بقى ايه، كنت بصفي كده القاس زي ما انتوا شايفين كده. وقلت بقى ايه، اسيبه. بقيت اعمل اشطف الحاجه واركنها على جنب. انا كل ده بقيت بعمله على السريع يعني كمان، عشان كنت خايفه ان النور يقطع، لان خلاص كانت مقربه يعني على الساعه 1 وكده. فهنا بقى ايه، كنت شطفها اهوت. هنا بقى الحلة ديت، قلت بقى ايه، هقطع كده السبانخ بالنص، عشان العيدان دي بتبقى جواها تراب، فلازم تشطف حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم انا عملتها، فضلت اكب في الميه واغير الميه واشطف كذا مره. وبقيت اقطع الفيديو برضو عشان ايه ما تزهقوش. وحطيت حبه خل كمان، عشان الخل بيقتل البكتيريا وحلو يعني. الخل كمان ليه استخدامات كتير جدا يعني هنتكلموا فيها. هنا بقى بصوا شطفت كده شطفته، واكب المية واحط مية تاني، وهشطفها تاني وانقعها شوية، وهكب المية تاني كده يعني. اهو، مش بتبقى هي مرة وخلاص، لا. اهو. هنا بصوا بقى، انا نقعتها كده في مية، وكانت الساعة خلاص داخلة على 1. فقلت هعمل ايه، كوباية لاتيه كده، على بالة ايه ما النور بقى يجي تاني. وعلى بالة ما النور يجي يقعد له ساعتين ولا حاجة، انا هقعد اذاكر لمكة ورماس وملك. هما بقى الكبار بيذاكروا شوية لوحدهم، بيعتمدوا شوية على نفسهم. بس برضو بسمع لهم معاني، بسمع لهم كلمات انجليزي، اكتب لهم كلمات انجليزي بالعربي، هما يكتبوها بالانجليزي كده يعني. فكنت عملت كوباية اللاتيه وقلت لها مكة بقى ايه. وانا قلت بقى خلاص النور هيقطع، فالحق نفسي. جينا قعدنا، ولقيت النور ما قطعش، بقت 1 بقت 1:30 ما قطع. قلت لا، خليني بقى اذاكر لها شويه. فقعدت بقى اسمع لها العربي كده، كان عندها عربي النهارده. كل كل يومين كده بتاخد قطعه تتحفظ، تتملاها بقى املاء غيبا، واملاها كده شفوي، وتتملى من القطعه ذات نفسها كده يعني.
هنا بقى ايه، كنت خلاص خلصت مع مكة. قمت بقى كده ايه اعبي الخضار في اكياس كده، اكياس اللي هي الكيس بتاعت، بصوا مكة بتوريكوا عملت صلصال بال بالدبدوب، يعني عاملة الدبدوب صلصال. عايزة اقولك هي كان نفسها في الحاجات ديت، فانا قلت لها مكة روحي هاتي يا رميس روحي هاتي. صلصال اسمه صلصال فوم. بس حلو قوي يعني، بيعملوا اشكال جميلة. بصوا مكة بقى دي عملت وردة. هنا بقى ايه كده على الرخامة، طبعا أنا بغسل الرخامة على طول وبتبقى نظيفة. عايزة اقول لكم دايما 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 على طول بعد كل غسلة مواعين اي حاجة الرخامة لازم اغسلها. وعايزة اقول لكم على حاجة، ممكن يعني مش لازم كل حاجة ابينها قوي يعني بالتفاصيل المملة، لا في حاجات طبعا بصور لكم اهم الحاجات، يعني فاهميني. هنا بقى ايه كده بقى تاخد السبانخ واقطعها كده على الرخامة. انا كده كده ان شاء الله هجيب بلانشة. بتبقى فيه كذا واحدة كده، واحدة للحمة واحدة للخضار واحدة للسمك، كده ان شاء الله هجيبها بإذن الله. بس انا مش مستعجلة على حاجة، عادي. ربنا ييسر الامر من عنده يا رب. واحنا كده، وانا كده في نعمة كبيرة على فكرة، يعني انا كده الحمد لله. انا بص بقى بقيت اخرط دي بقى العيدان اللي في السبانخ. انا ماما كانت بتخرطها كده كلها، فانا بعمل زي ما ماما كانت بتعمل، انا اتعودت على كده. وعايزه اقول لكم بتبقى طعمها حلو قوي السبانخ، وكلها حديد طبعا. فهنا بصوا بقى انا عبيت كده السبانخ كلها حطيتها في اكياس، والبسله والقلقاس اهو انتوا شايفينه. وهنا بقى الفلفل الشطه دوت حطيت بقى عليه حبه ملح وهفرمه في الكبه اهو. وهضربه بقى كده بسرعه كده على السريع. معلش بقى الفيديو طول شويه كده، بس انا يعني قلت حاجات مهمه وكده لازم اوريها لكم. طبعا دي مش تفريزات بقى ايه ولا الكلام ده، لا مش تفريزات، انا دي حاجة شفتها في السوق فانا جبتها وقلت ايه هتنفعني في اي وقت. انا عندي حتة لحمة عندي فراخ، هطلع الكيس على طول يا دوبك اعمل حبة الصلصة واعمله على طول مش هيغيب معايا. فدي حلاوتها في ايه، ان انتي مشغولة عايزة تخلصي حاجة في البيت بتاع كده. هنا بقى ايه، في هنا حاطة عيش بقى وحاطة حبة حاجات وكده. قلت بقى اعمل لهم سنة كيكة. طبعا كان عندي اكل من امبارح، باقي السمك بقى كان عندي حاجات تانية. وكان عندي سمك مشوي طبعا، بس انا امبارح ما حطيتهوش. فقضينا بقى بيه النهارده، وقلت بقى هعمل لهم سنة كيكة كده على السريع. يعني عشان برضك ايه، لو عايزين يفطروا لو عايزين يتعشوا منها بكوباية شاي بلبن كده، يعني عايزين ساعات بيقعدوا كده بيحبوا ياكلوها كده. ف يعني الحمد لله. هنا بصوا انا كنت عايزه اعملها، بتبقى يعني كيكه بيضه وشوكولاته في نفس الوقت. فانا ما كانش عندي آه، ال البتاع ديت. يعني انا كان عندي نسكافيه كده بلاك، فحطيت حبه كده على الصوص بتاع الكيكه، وقلت ايه هعمل بيه كده على السريع وخلاص. يعني الحاجه اللي مش موجوده ممكن نعمله حاجات تانية بديله، يعني نمشي امورنا، يعني لازم نمشي دنيتنا. عايزه اقول لكم الكيكه كان طعمها حلو قوي. وملك كان عندي شوكولاته بيضه متخدتها وحطيت عليها حبه لبن وعملتها على النار. ده بقى بعد ما خلاص ما قفلت الفيديو، وراحت رشت كمان على الكيكه من فوق، وكانت عاجباها بقى. على فكره الكيكه اللي هي الانجليش كيك ديت اللي هي بتتعمل في القالب الطويل بتبقى كده برضو، بتبقى سميك يعني تخينه كده. هنا بصوا كنت عملتها خلاص وقطعتها بقى وكده. طبعا انا بحبكم جدا جدا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. وربنا يخليكم ليا ما اتحرمش منكم ابدا. اتمنى بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة،
وتفعلوا زر الجرس. انا بحبكم جدا جدا، وربنا يديمكم في حياتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله ورعايته. دمتم في خير وامان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.